مملكة الجحيم. تبدأ القصة بولادة أنس في القصر الكبير وسط نبوءة جدته التي تقول أنه سيولد في الجحيم لكنه سينبت نورا. طفولته كانت مليئة بالصراخ والخوف والصرامة القاسية من والده مقابل حنان هش من أمه، مما جعله يشعر دوما بالاختلاف والعزلة. يرى أحلاما ورؤى غامضة منذ طفولته تجعل الكبار يحيطونه بالخوف والريبة. يعيش في بيت مليء بالصراخ والعنف اللفظي والجسدي، حيث يتهم بأنه شيطان صغير. في تجربة صلاة التراويح يتعرض للإذلال والعقاب، ما يجعله يكتشف التناقض بين رحمة الدين وقسوة الأب. ترحل العائلة إلى الجبال، وهناك يواجه أنس أول اختباراته الروحية. يتعلم أن النور يولد من الألم. يلتقي في الغابة شخصية غامضة تخبره بضرورة مواجهة ظله الداخلي، أي مخاوفه وجرائمه.